ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نهال مغازي مهندسه ديكور، وانتوا بتتفرجوا على فيديو جديد في قناتي. هاخدكم جوله عشان هعرفكم على كل انواع الباركيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت برايكم وسبسكرايب في القناه. هتلاقوني على الانستجرام، اعملوا لي فولو نهال مغازي بتاعه الديكور. هتتابعوا معايا كل جديد وكل نصايح ليها علاقه بعالم الديكور والتشطيبات. وكمان هقول لكم على كل الترندات الجديده. يلا بينا نبدا الفيديو ويا رب. الجولة دي بقى مختلفة عن أي جولة عملتها على القناة قبل كده، لأنها اتطلبت مني كتير، وعارفين طبعا ان طلباتكم أوامر. الفيديو ده قررت اوريكم فيه كل حاجة ليها علاقة بالباركيه الصناعي ال HDF، عشان ناس كتير مكانتش عارفة ده. يعني أشكاله هنشوفها وأنواعه. أول حاجة بدأت الوزر الباركيه. هو بيبقى شبه الخشب الباركيه الطبيعي، ولكن بيبقى صناعي من مادة PVC. بيبقى طبعا تكلفته أرخص من الباركيه الطبيعي، وبيبقى فيه منه انواع وسمك كذا سمك. يعني مثلا ده البلجيكي، في منه 8 ملي، في منه 7 ملي. يعني ما تركزوش في الاسعار، لان الفيديو ده يعني عدى عليه وقت. انتوا كنتوا عارفين طبعا ان انا ايه، الصراحة كنت مكسلة في موضوع اليوتيوب ده، ففي فيديوهات عندي كتير متخزنة ما نزلتهاش. بس طبعا حلو ان انتوا تاخدوا فكرة عن الاشكال وعن الالوان. ولو لاحظتوا كده لما اقرب بالكاميرا ان هو بيبقى فيه سن كده بره، لانه بيتركب عاشق ومعشوق مع بعض. يعني بيبقى فيه كده زي دايبة حتة طالعة، وبتتحط عليها اللي بعده. من الانواع المنتشرة قوي في مصر البلجيكي ده كويس يعني. وزي ما شايفين في سكشنات كامل، يعني كان دور كامل للأرضيات. طبعا لو عايزين تعرفوا اسم المكان ده، هو المكان ده في القاهرة على فكرة، مكان كبير قوي. لو عايزين تعرفوا هو ايه اكتبولي في الكومنت، وهقولكوا على الانستجرام. عشان كده اللي مش متابعني هناك يروح يعمل لي فولو، وهيلاقي اللينك بتاع الاكونت بتاعي تحت الفيديو، والتيك توك للفيديوهات القصيرة، الفيسبوك للنصايح والكلام اللي هو النصايح الديلي، يعني الحاجات التشطيبات وكده. احلى حاجة بقى في المكان ده ان هو مكان كبير، وكل دور فيه عن خامات معينة. يعني هتلاقوا في اخر الفيديو فيه برضو كام حاجة وريتها لكم غير الباركيه. حاولت ان انا يعني ما اطولش عليكم الفيديو، هتلاقوا الفيديو المرة دي مش طويل. قولولي برضو انتوا بتحبوا الفيديوهات تبقى طويلة ولا قصيرة، وحابين كام فيديو في الاسبوع والساعة كام. يعني الحاجات دي بتفرق معايا. كمان الغوامق والفواتح مع بعض. هنا الناس اللي بتحب البيجات هتلاقي لون الخشب، هتلاقي البنيات، هتلاقي الرصاصي الفاتح او الغامق الاسود، في كل الالوان ممكن تتخيلوها. طبعا انا ايه بنصح بالفواتح اكتر بصراحة يعني. بيفرق الملي بقى بتاعه في سمكه، يعني اللي بيبقى سميك اكتر بيبقى احسن يعني. كمان عايزة اقول لكم ان البي في سي المصنوع منه الالواح دي بيبقى مقاوم للرطوبة، مقاوم للحرارة، فبيبقى عملي يعني. فاحنا في مصر مثلا، الدول اللي بره بيستخدموا الباركيه عامة او الارضيات الخشب في الاماكن اللي بتكون درجة الحرارة فيها عالية اوي يعني. ولكن احنا هنا مش بيسخن الدنيا زي الباركيه الطبيعي. وغير كده ان طبعا الباركيه الطبيعي غالي جدا مكلف، انما ده تركيبه يعني هو اغلى شوية من السيراميك العادي، ولكن هو شيك. فممكن الشائع يعني عندنا ان هو بيتركب في اوض النوم مثلا، فهو جميل قوي في الشكل بصراحة. وعايزاكم كده تشجعوني في الكومنتات، يعني عايزة نوصل الفيديو ده حتى ل 500 لايك. يعني مش طالبة منكم رقم كبير، مش هتخسر حاجة لما تعمل لايك. لو انت ما عملتش يعني هو هيفرق معايا، مش هيفرق معاك في حاجة، ان انت تحمسني انزل باقي الفيديوهات، لاني مصورة في المكان ده كذا فيديو. لو شجعتوني كده هنزلهم. واكتبوا لي كومنت ايه رايكم في الفيديو، ايه اللي حابين تشوفوه. ولو ما شفتوش الجولات اللي قبل كده اللي عملتها على الفيديو على في القناه قصدي، تدخلوا تشوفوها. ده بقى مشمع للناس اللي ما عندهاش تكلفه شبه الباركيه، برضه حبيت اصوره عشان لو حد ما عندوش تكلفه الباركيه. ده الطوب الزجاجي في منه الوان كتير، ولكن مش بحسه لطيف قوي يعني، ما يعني موضته راحت. ولكن في ناس بتفضله، ممكن تعملوا بيه لو حاجه خارجيه في بلكونه. ده كمان اللي هو زي
الفل كده بيبقى مقوى، بيتعمل فيه ارضيات الحضانات، ارضيات الاطفال، الجيم، الحاجات دي مقاوم للصدمات، ولو في اوض الاطفال هيبقى حلو طبعا عشان لو وقعوا يعني بعد الشر ما يحصل لهمش حاجه. فقولولي ايه اكتر حاجه مهتمين تشوفوها في القناه الفتره الجايه، وقولولي عجبكم الفيديو ده ولا لا. حبيت اوريكم بس فكره ان كل الالوان موجوده، كل المقاسات وكل الاسعار، وفي مشمع. المهم ان احنا لو عايزين شكل معين، ميزة مهندس الديكور لما تجيبه هيديلك الشكل اللي انت عايزه بالتكلفة اللي معاك، فممكن يديلك اكتر من بديل. او ده نوع تاني غير الباركيه البلجيكي، ده التايجر، وده شكله فيه اللي هي المصبعات دي، اللي هو شكل زي الباركيه الطبيعي بالظبط. يكون خلص فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هستنى رايكم في الكومنتس، وعلى الانستجرام وعلى التيك توك هتلاقوني برضو بنفس الهاشتاج، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.